قبل ما نبدأ ملخص الفيلم ياريت كلنا ندعي لفلسطين إن ربنا يصبرهم ويعدوا الأزمة دي على خير. فيلمنا بيبدأ بشريف وهو مع أهله وهم رايحين لمقابلة لجواز صالونات، وبننتقل لدليلة وهي مع مامتها علشان برضه مقابلة جواز صالونات. وشريف وأهله لما بيروحوا المقابلة بيبان إن أهل العروسة طريقتهم غريبة في الكلام، وبرضه دليلة ووالدتها لما بيروحوا المقابلة بيبان إن أهل العريس طريقتهم غريبة في الكلام برضه، والأهل بيسيبوهم يقعدوا لوحدهم علشان يعرفوا بعض أكتر، بس بيبدأ يسألها أسئلة غريبة وبيتحرش بيها لفظيا فبتضربه بالقلم وبتمشي. وشريف بيقعد مع العروسة لوحدهم بس برضه بيبان ان هي كمان اسئلتها غريبة فبيسيبها وبيمشي، وهما الاتنين بيخرجوا من البيت بعد فشل مقابلات الجواز بتاعتهم وبيروحوا يقعدوا في اقرب كافيه. وشريف بيجيله ريكورد من واحد صاحبه بيسأله على الجوازة نفعت ولا لا، ودليلة بتكون سامعة ان هو فشل في مقابلة الجواز بتاعته وبيجيلها اتصال فبتروح الحمام، وبرضه شريف بيروح الحمام وهو خارج بيسمع دليلة وهي بتكلم صاحبتها وبيعرف ان هي كمان فشلت في مقابلة الجواز بتاعتها، وبيبان ان هما الاتنين كارهين جواز الصالونات وبيرجعوا تاني لمكانهم وبيبدأوا يبصوا لبعض. وشريف بيخش على صفحة الكافيه اللي على الفيسبوك وبيلاقي الاكونت بتاع دليلة وهي بيبقى معاها ابلكيشن الباركود وبتعرف تجيب الاكونت بتاعه، وبيبدأ كل واحد يقلب في اكونت التاني علشان يعرف شخصيته وبيشوفوا صور بعض، وبتعرف ان هو عنده شركة لتنظيم الحفلات وهما الاتنين بيعجبوا بشخصيات بعض، فبيقرر ان هو يروح يفتح معاها كلام وبيروح يقول لها مفيش فيشة هنا اشحن بيها تليفوني، فبتسأله طب فين الشاحن ومش بيبقى معاه شاحن اصلا، وبتعرف ان هو بيحاول يتعرف عليها فبتوافق، فبيتعرفوا على بعض وبيديها دعوة للايفنت الجاي اللي هو هيعمله وبيقول لها يا ريت تيجي وبتوافق، وبيروح يقعد في مكانه وبيقول في سره ان هي عجبته وهي كمان بتقول في سرها ان هو عجبها، وبيبان نسبة الحب بتاعتهم وبتكون وصلت ل 25%. وبنيجي لتاني يوم وهو شريف رايح شغله علشان يجهز الايفنت بتاعه، ودليلة بتبقى شغالة ان هي بتترجم افلام اجنبي او كتب اجنبية، وبتجيلها صاحبتها كوكي وبتسألها على شريف وبتقول لها ان هي هتلعب معاه لعبة اسمها عروستي، واللعبة بتبقى عبارة عن ان هي هتختبره كذا اختبار في مراحل العلاقة علشان تعرف هو يستاهل يتجوزها ولا لا. وبنيجي اليوم الايفن وبيقعد يدور عليها علشان يشوف هي جت ولا لا وبيلاقيها وبيروح يتكلم معاها وبيبدأوا يتعرفوا على بعض اكتر، وبتقوله ان هي الفترة دي بتحب اليوجا فقال لها ما هو باين ان تلابيسك حلوة، فبيعجبوا بعض اكتر. وبتجيلها صاحبتها وبتقول لها جهزي ساعة الصفر علشان هنبدأ اول اختبار، وشريف بيبقى واقف مع صاحبه سعدني وبتيجي واحدة شكلها حلو جدا وبتبقى لابسة لبس مثير وهما الاتنين بيتبهروا بيها، وبتيجي تقوله ان هي عايزة تعمل ايفنت عندها في الفيلا والمفروض ان هو يروح لها الفيلا علشان يبدأ شغل، وبتبدأ تقوله كلام مثير علشان يوافق يروح لها الفيلا، وصاحبه السعدني بيبقى موافق جدا انه يروح لها بس شريف بيرفض ومش بيرضى ان هو يروح لها الفيلا، وده بيكون اول اختبار من دليلة وبيبقى فيه كاميرا في العقد اللي هي لابساه وبتبقى شايفة وسامعة كل حاجة، وبكده بيكون نجح في اول اختبار. وبعد كده بيروحوا يجيبوا مخدرات من ابلكيشن اسمه صبحني، وبيجي الدليفري وبيديلها الاوردر اللي هو الحشيش يعني، وبيحاسبوه فيزا وبيمشوا وبيروحوا يرموا الحشيش في مكان قريب من شريف علشان يشوفها، وفعلا بيشوفوها وصاحبه السعدني بيبقى فرحان وبيبقى عايز يشربها بس برضه شريف بيرفض وبينادي في المايك على اللي وقع منه حاجة يجي ياخدها، ودليلة وصاحبتها بيبقوا مراقبينه وشايفينه، وبكده بيكون نجح في تاني اختبار. وبنيجي بالليل وبيتكلموا مع بعض وبيبدأ يلمح لها ان هو معجب بيها وبيبان ان هما الاتنين معجبين ببعض، وبيوصل حبهم ل50% وبيبدأوا يقربوا من بعض اكتر ويتكلموا في التليفون كتير ويقابلوا بعض، وبيقول لها ان هو سمعها في الكافيه لما كانت رافضة العريس وبحث عليها على الفيسبوك فقالت له ان هي كمان عملت كده، وبتعترف له ان هي لعبت معاه لعبة اسمها عروستي وعملت فيه اختبارين قبل كده، وبيتضايق وبيقول لها ان هو معجب بيها وما عملش فيها اي اختبارات فاشمعنى هي عملت فيه كده، بس بيسامحها وبيتفقوا ان هما يرتبطوا وبيجيب لها هدية، وبيبان ان نسبة حبهم وصلت ل 75%. واهل شريف بيسألوه عن دليلة وبيقول لهم ان هو هيتقدم لها قريب، وام دليلة بتسألها برضو عن شريف وبتقول لها ان هما مرتبطين وهيجي يتقدم قريب. وبنيجي لليوم اللي بعده وشريف بيكون في الشغل وبتجيله دليلة وبتجيب له هدية معزة صغيرة وبتشوف الهدية هتعجبه ولا لا، بس بيبين
قدامها ان هو معجب بالهدية، فبتفرح ان هو معجب بيها، وبيروحوا يمسحوا العربية بتاعته وبيهزروا مع بعض، وبيبان ان هما مبسوطين مع بعض جدا. فبتسأله احنا مبسوطين دلوقتي علشان دايما البدايات بتكون حلوة ولا هنفضل كده على طول؟ وبيقول لها ان السما شاهدة علينا اننا هنفضل كده على طول. فبتقول له حلوة السما بس ناقصة مطرة علشان الجو يكون رومانسي. فبياخدها وبيناموا على الارض وبيعمل لها الجو الرومانسي. وهنا بيقول لها تتجوزيني؟ وبيبان خلاص ان نسبة حبهم وصلت ل100%. وفي اليوم اللي بعده بنشوف شريف وهو بيلبس هو واهله علشان يروح يتقدم لها، ودليلة برضه بتكون بتجهز وبتكون فرحانة جدا، وبيلبسها الدبلة وبيحضنوا بعض وبيقضوا اليوم مع اهلهم واصحابهم وهم مبسوطين. وفي يوم بتبقى دليلة عند شريف في المكتب وبيقترح عليها انها تيجي تعمل مكتبها هنا وتكون شغالة جنبه، وبتوافق. وبيوضبوا المكتب بتاعها وبنشوف قد ايه هم اتعلقوا ببعض وبقوا يحبوا بعض جدا. وبنيجي بعد كده في يوم وهو شريف رايح المكتب بيلاقي دليلة قاعدة مع روائي صاحبها من الجامعة وعايزها تترجم له كتاب عنده، بس بيبان ان هم صحاب جدا وبيهزروا مع بعض. وشريف بيسيبهم يكملوا شغل وبيروح المكتب بتاعه، بس بنلاقيه مش عارف يركز وهم قاعدين مع بعض، فبيخش لهم وبيتحجج بأي حاجة علشان يرخم عليهم، ومش بيقدر يمسك نفسه من غيره وبياخدها على جنب وبيقول لها اعتذري عن ترجمة الكتاب ده ومشيه. وبيبان لينا شريف وهو قلبه مولع من الغيرة. وبنيجي بالليل وهو شريف بيكلم دليلة فيديو كول علشان عيد ميلادها، ومكلمها الساعة 12 إلا دقيقة علشان لو بتحب النحنحة دي. فقالت له ليه قوي ممكن تنحنح شوية. وبيقول لها إن هو وأهله هيجوا بكرة علشان يحتفلوا بعيد ميلادها. فبتقول له ايه الباقة خلصت. وبتجري على مامتها علشان توضب معاها الأكل للمقابلة، وبتكون أول مرة تعمل أكل، بس مامتها بتكون معاها وبتعلمها. وبيجي شريف هو وأهله وبيعجبوا بالأكل وبيحتفلوا بعيد ميلادها وبيديلها الهدية بتاعتها وبيكون شراب. فبتقول له أنا بحب فيلم مي بفور يو وبحب المشهد بس مش بحب الشراب. بس بيكون جايب لها هدية تانية وهي كندل علشان تكتب عليها ترجمة الكتب، وبتفرح بيها جدا. وبنيجي لتاني يوم وبيروح معاها تدريب اليوجا علشان يشاركها اهتماماتها، بس بيبان ان هو زهقان وبيقعد يهزر وبيقول لها ان شكلها حلو وهي مغمضة. ولما بيخلصوا بيكلمها بالليل في التليفون وبيشغل لها حليم وهما بيتكلموا. وبنيجي لليوم اللي بعده وهو شريف في الشغل وبيلاقي رقم غريب اتصل بيه، وبيلاقيها دليلة وبيعرف مكانها وبيروح لها وبتقوله ان الشنطة بتاعتها نسيتها في التاكسي وبيكون فيها الموبايل وانسيال ذهب وحاجات مهمة، وبتكون خايفة. فبيطمنها وبيكلم الراجل بتاع التاكسي وبيعرف مكانه وبيروحوله وبيلاقيه بلطجي وبيقول له هات الشنطة، بس بيلاقي ناس نزلت من العربية ومعاهم شوم وبيحاول يعمل نفسه صايع وبيقول له دغري وتكة وسخان. فبيفشل وبيخيره يا اما تعمل نفسك راجل وتتضرب قدامها يا اما نثبتك وناخد منك كل حاجه. فبياخدوا كل حاجه من العربيه وبيثبتوه وبيوصلها بيتها بعد ما تثبته، وبيلاقوا مامتها بتنظف البيت وبتقول لهم روحوا اقعدوا في الجنينه لغايه ما اخلص. بس بيبان ان دليله عماله تبص على حاجه جامد وخايفه انها تدخله البيت، بس مامتها بتصر ان هو يخش. وهو داخل بيشوف صورها وهي صغيره وبيضحك، وبيبان ان صاحبتها راحت وقفت في حته علشان تخبيها. بس وهو داخل الجنينه بياخد باله من السبورة اللي مكتوب عليها الخطة بتاعت لعبة عروستي، وبيعرف ان اللعبة لغاية دلوقتي لسه شغالة وبتلعبها عليه، وان كل اللي فات ده كان اختبارات منها زي المعزة اللي جابتها له علشان تشوف هيفرح بيها ولا لا، والهدية التانية اللي هو جابها لها هيجيبها ولا لا، وزي الغيرة هيتصرف فيها ازاي، وزي اليوجا هيوافق يجي معاها ويشاركها اهتماماتها ولا لا. وبيلاقي في اختبار مكتوب عليه السند اللي هو كان سواق التاكسي، وكانت هي برضو اللي مخططة ليه علشان تشوفه هيكون سند ليها ولا لا، وبيعمل عليها اكس علشان كده سقط في الاختبار وبيتصدم فيها وبيمشي وبيبدأ يخش في حالة اكتئاب وبيزعل وبيفكر في كل المواقف اللي عدت عليهم وهم مع بعض انها كانت مزيفة وهي اللي بتخطط ليها، وبيبان عليها هي كمان انها مكتئبة وانها فعلا بتحبه. فبتروح له علشان تصالحه وبيقول لها انا عارف انك جاية علشان كده محضر لك حاجة، وبيوريها ورق زي اللي كانت عاملاه بس من وجهة نظره هو، زي الأنانية والكذب والخيانة والتمثيل اللي كانت بتعمله عليه. وبيقول لها انا كنت حقيقي معاكي في كل حاجة عشتها يا دليلة، بس انت كنت حاسباها معايا بالوحدة. كنت تحطينا في مواقف وتفاصيل انا كنت فاهم ان هي بتقربنا اصلا من بعض اكتر، بس كنت اهبل.
بس بتفهمه انها عملت كده علشان ابوها وامها اتطلقوا وهي عندها 10 سنين، وكانت على طول بتشوف ابوها وهو بيضرب امها، وان ابوها ما كانش سند وامان لامها، علشان كده ما كانتش عايزه ترتبط بحد لغايه ما هو ظهر. بس علشان تطمن له اكتر عملت فيه الاختبارات دي، بس بيقول لها ان هو سامحها قبل كده لكن دلوقتي مش هيعرف. وسعداني صاحبه لما بيشوفه مكتئب بيحاول يفكه شويه، وبيقول له ان هو يسامحها بس مش بيوافق، فاقترح عليه فكره انه يرجع لها بس لما ياخد حقه ويعمل فيها نفس اللي عملته فيه. فالفكره بتعجبه وبيقرر ان هو ياخد حقه، وبنروح لدليلة وبيبقى باين عليها انها مكتئبة جدا وبتفضل تعيط، ومامتها لما بتشوفها كده بتروح لشريف وبتفهمه ان فعلا دليلة قالت له الحقيقة، ان ابوها هو السبب اللي خلاها تعمل الخطة دي، علشان كان بيضربني قدامها كتير وخلاها ما بقتش واثقة في الرجالة خالص، بس هي فعلا بتحبك ومحتاجاك دلوقتي تكون معاها. وبيقول لها انا موافق ارجع لها بس بشرط انك تشتركي معانا في خطة، وبيقول لها الخطة وبتوافق، وبيجمع كل الفريق بالليل في فيديو كول، وامه وابوه بيخشوا كل واحد لوحده رغم ان هم قاعدين جنب بعض وقاعدين ورا اصلا. ولما الفريق بيتجمع بيبدأ يقول لهم الخطة، وهي ان شريف هيبدأ يتصور صور وهو فرحان وأكنه مش همه ان ساب دليلة، ولما تشوفها هتتغاظ وتعيط، وامها تزن عليها انها تروح تعمل يوجا علشان تخرج من الاكتئاب اللي هي فيه. وهنا هيجي دور ابوه علشان لما تروح اليوجا هتلاقيه، ولما تسأله على شريف يقول لها ان هو مبسوط ومتعرف على بنت جديدة وبيحبوا بعض كمان، فاكيد ساعتها هتتغاظ وهتروح علشان تتأكد. وفعلا بتلاقي ان هو معاه بنت جديدة وبيعرف يضايقها، بس ساعتها هتكون شاكة ان هو فعلا بيحب البنت دي ولا بيعمل كده علشان يضايقها. وعلشان يأكدوا لها ان هو فعلا بيحب البنت دي هيعمل نفسه ان رجله اتكسرت وينزل صورة علشان تشوفها، فساعتها امها وصاحبتها هيفضلوا يزنوا عليها علشان تروح له، ولما تروح له هتلاقي البنت جات له وبيفضلوا يقولوا كلام حلو لبعض قدامها، فبتمشي وهي بتعيط. ولما بتروح هتلاقي مامتها وصاحبتها مش مهتمين بيها وعمالين يلعبوا، فبتتضايق اكتر. واخر حاجة بقى هيعملوها انهم يعملوا لايف، وهو سعداني بيقول فيه ان شريف هيخطب النهارده، وفي نفس الوقت الباب بيخبط وبتلاقي المعزة بتاعتها، بس بعد كده بيبان شريف وبيفهمها كل اللي حصل، وبيجي كل المشتركين في الخطة وبيفضلوا يضحكوا ويرقصوا وبيحضنها، وبعد كده بيتجوزوا. وبس كده فيلمنا يكون خلص. فيا ريت لو الفيلم عجبك تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس اهم حاجه علشان اول ما انزل فيلم جديد يجيلك اشعار بيه. ودي الافلام اللي عندي في القناه لو انت حابب تشوفها. وبس كده اشوفكم في فيديو جديد، ويلا سلام.